لوجه الله، لوجه الله والى من يهمه الامر، افصلوا النت عن جده اثاريسو. اسوريو ده جدع، الجدع اللي اسمه اسوريو ده ما ينفعش يقعد لوحده. الجدع ده يا جماعه عمال بيقول كلام كده بحاجات غريبه وعجيبه، يعني ما استكفاش بموضوع الشيشه والسهر والعلاقات الجنسيه واللي ما بيشربوش كحولات، ما استكفاش بكده طالع تاني يضحك الناس علينا. لا الراجل ده كارثه، الراجل ده ما يقعدش لوحده. لا وايه كمان، ده وكيله طالع يقدم ضحك خام. فينك يا سياده المستشار؟ ما هو انت يا سياده المستشار لو كنت موجود كان زمانك دلوقتي ظبطته، كان زمانك بعد التصريحات دي ظبطته. وكمان يا جماعه احمد سيد زيزو، احمد سيد زيزو بعد ما اخذ بقيه مستحقاته تعافى من الاصابه، بقى كويس ونزل النهارده التدريبات. وكمان استاذ سيف زاهر بيكشف حقيقه او حقيقه اشاعات محمد فاروق عن خناقه امام عاشور ومحمد الشناوي بعد ما تواصل مع امام عاشور شخصيا. صلوا بقى على النبي كده في البدايه، قولوا عليه الصلاه والسلام. طبعا عزيزي المشاهد معانا ضحك للركب، معانا ضحك للركب في الحلقه دي، عشان كده اعمل لايك وشير واعمل لي متابعه لو انت بتتابعني يمين على الفيسبوك، ولو بتتابعني يمين على اليوتيوب اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري. ومساء الفل او مساء الضحك عادي يعني. احنا معانا جده اثاريسو في الحلقه يا جماعه، هو احنا كل يوم هنتكلم عن جده اثاريسو؟ ده الراجل طلع مسكت مسكت مسكت، وفي يوم واحد راح قعد مع الصحف الاسبانيه فضح الدنيا، بوظ الدنيا، خرب الدنيا، خلاها ملح خالص. جده اثاريسو ما استكفاش بموضوع الشيشه ولاعيبه نادي الزمالك اللي بتشرب شيشه، وقال لك اللعيبه بتشرب شيشه مش قادره تنزل التدريبات. الضحك ما وقفش عند كده، لا ده طالع تاني هو ووكيله يقدموا عظمه. اسمع وكيل جده اثاريسو طالع بيقول ايه قبل ما اقول لك جده اثاريسو عاوز يروح يدرب فين. مش مالي عينه النادي اللي هو بيدربه. يعني احنا قلنا ان هو فقير جدا فنيا، مفيش مشكله، بياكل عيش عادي، ما ياما ناس جت كلت عيش على قفا نادي الزمالك، هي جت على جده اثاريسو؟ سيبوه ياكل عيش. لا لا ما استكفاش، ده عاوز يروح يدرب في دوري تاني، يعني قاعد على ذمه نادي الزمالك وبيطلع تصريحات ان هو عايز يروح يدرب في حته تانيه. شفتوا الهنا اللي احنا فيه؟ وكيل سوريو يكشف ازمه تهدد نجاحاته مع نادي الزمالك. اقول لك التصريح تاني، اصل انا قعدت اقرا فيه اكتر من ساعه عشان اتاكد ان كان صحيح ولا غير صحيح. وكيل سوريو يكشف ازمه تهدد نجاحاته مع نادي الزمالك. يخرب بيكم، يخرب بيكم. هو انتوا ايه؟ ماذا تتعاطون؟ هم بيدوكوا ايه تشربوه في 100 عقبه؟ احنا عايزين نفهم. ما هو اللي بيحصل ده مش طبيعي. نجاحات ايه بتاعت اسيريو مع نادي الزمالك؟ نجاحات ايه يا ابو نجاحات؟ نجاحات ايه؟ عمل ايه؟ خد البطوله العربيه واحنا ما نعرفش؟ خد الدوره واحنا ما نعرفش؟ عمل ايه؟ ده لسه خسران من ارتا سولار. انت مستوعب ولا مش مستوعب؟ ده الهزيمه دي كفيله تخلي اسوري ده ما يدربش تاني، شكرا كده، يقعد في بيته، يقعد في شايل قبل منها 3 من سيراميكا في ماتش ودي، وبعد كده رحت شلت 2 من ارتا سولار. امال لو ما كنتش عملت ماتش وديه مع سيراميكا كنت هتشيل كام؟ 5؟ ده انت كنت بتستعد لهم بماتش قوي امام سيراميكا وشلت 3، ورحت شلت من ارتا سولار 2 مع الرأفة. طيب المدير الفني اللي يطلع يقول لك انا خدت نادي الزمالك وهو في المركز التاسع في الدوري المصري، فنشت بيه الدوري في المركز الثالث، بيكذب يعني بمعنى اصح. ده ما تاخدش منه حاجه، ده ما يصلح لناش، ده ما ينفعناش، ده جاي يقدم ضحك وجاي يشتغلنا وجاي ياكل عيش على قفانا. ونادي الزمالك هيبقى معاه، هيبقى يضحوكه. والله العظيم ده يا جماعه ما مدير فني. يا جماعه الله يسامح اعلام الزمالك اللي كان بيطلع يطبل لامير مرتضى منصور يقول لك ايه ده جاب افضل مدير فني، ده هيعلم الدوري المصري والكره الافريقيه اللعب المفتوح، وهيعلمهم ازاي يلعبوا كره مفتوحه. اسمع جده اثاريسو طالع بيقول، اسمع وشوف العظمه اللي احنا فيها. اسمع يا زملكاوي منك ليه. اثاريسو بيقول لك الدوري السعودي سيستمر في الاستثمار ليبقى عظيما، واعتقد اننا نستحق ان نتواجد بين نخبه المدربين اللي هناك بعض الدوريات الاخرى، لكن حان وقت التواجد بالشرق الاوسط. احي 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 احي. هو في فرق هناك عايزه تنزل درجه تانية هتروح تنزلها درجه تانية؟ هو انت فالح مع نادي الزمالك؟ يعني انت قاعد في نادي الزمالك ونادي الزمالك بيصرف على حضرتك، وقاعد ما بتعملش حاجه، بتخسر زي الباشا. يعني انت رايح فين يا اثاريسو؟ عندي ماتش بكره هخسره واجي، وبتاخد احلى فلوس،
وبتاخد بالدولار، وانت كنت قاعد اصلا في بيتك ما انتش لاقي حاجه تعملها، فنادي الزمالك قال لك اهو يلا ياكل عيش ما عندناش مشكله. يعني انت قاعد في نادي الزمالك وبتفكر تروح تدرب في الدوري السعودي؟ يعني بتقول الدوري السعودي انا موجود، اي حد عايزني في اي مصلحه عندكم انا موجود؟ ده ايه العقليه يا جماعه؟ انا عايز اتكلم بمنتهى الامانه. خلي الاحداث دي بتحصل داخل النادي الاهلي، يا لهوي يا لهوي ما كناش هنخلص، والله ما كنا هنخلص. لو ده مدرب الاهلي كان هيطلع يتقال من اعلام الزمالك عيب، عيب مدرب النادي الاهلي يقدم كوميديا ويبقى ماسك النادي الاهلي ويقول لك انا هدرب في الدوري السعودي ليه؟ النادي الاهلي مش مالي عينيه؟ هيتقال كده، هيتقال لك ان الاهلي مش مالي عينيه، الاهلي مش مالي، ما بيدولوش بقيه فلوسه، ما بيدولوش بقيه مستحقاته، فهنبدا نستخف على جمهور الاهلي والاهلي. ولو لعيبه الاهلي هي اللي اتقال عليها انها بتشرب شيشه وبتسهر وقاعد 24 ساعه على الميديا ما كناش خلصنا. ده محمد عبد المنعم سيف زاهر طلع قال لك انا تواصلت مع محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم انا اسف امام عاشور، محمد عبد المنعم مين؟ مع امام عاشور قال لك ان بعد انتهاء السوبر وبعد هزيمه الاهلي امام عاشور كان حزين جدا وخلاص بقى والناس مشيت وراح قعد في الفندق مع حاله مع نفسه. كل اللي حصل ان محمد الشناوي راح قعد معاه وقال له يا امام خلاص بطوله وعدت وما تزعلش والبطولات جايه كتير وان شاء الله اللي جاي افضل ونركز في الملعب وان شاء الله هندي اداء افضل من كده وقدر الله ما شاء فعل. ووسع عادي الراجل، واسع امام عاشور عادي لانه لسه مستجد داخل النادي الاهلي. الراجل كان زعلان، كان نفسه اول ماتش ليه مع النادي الاهلي ياخد بطوله، فالراجل بيواسيه. احنا طلعنا اشاعات او نادي الزمالك طلع اشاعات او بعض الاعلاميين الزملكاويه او الاهلاويه طلعوا اشاعات ان في خناقه ما بين امام عاشور ومحمد الشناوي، وقالوا لك كمان ان خالد بيبو غرم امام عاشور 100,000 جنيه. جابوها منين دي؟ احنا ما نعرفش. طب تخيل بقى ما فيش حاجه بتحصل داخل النادي الاهلي وكل الاشاعات دي بتحصل. امال لو الكلام ده اتقال على لعيبه الاهلي ان هم بيشربوا حشيش وبياخدوا منشطات وان هم بيشربوا شيشه وبيسهروا من الصبح والدنيا حلوه معاهم كده على الميديا، يا جماعه ده انا عمال اشوف صور قديمه افهموا قديمه الكهرباء متسربه وهو في الكباريهات او هو في الكازينوهات. انا عمال اشوف طب ايه مضمون الصور ديت؟ ما هو ممكن يكون الراجل في فرح، ممكن يكون الراجل في اجازه، ما كان في توقف ما فيش لعب، ممكن تكون الصور دي هو في نادي الزمالك، ممكن تكون هو في نادي الاهلي، ممكن تكون هو في نادي الاتحاد عادي يعني، او نادي النادي السعودي اللي كان بيلعب فيه النصر السعودي. خلينا يا جماعه في الاسوريو وخلينا في الفضائح اللي اسوريو عاملها، وتعالى شوف وكيل اعماله طالع يصلح اللي هو قاله امبارح، اللي اسوريو قاله امبارح، طالع يصلح المسخره اللي عملها المدير الفني بتاع نادي الزمالك امبارح. دي مسخره يا جماعه ان هو يطلع يقول لك اللعيبه بتشرب شيشه والحوارات ديت. وكيل اسوريو طالع بيقول لك اسوريو ما كانش يقصد ان لعيبه نادي الزمالك هي اللي بتشرب شيشه او بتدخن. امال يقصد مين حضرتك؟ امال هو بيدرب مين؟ ما هو بيقيس لعيبه الدوري المصري على لعيبه الزمالك. انت طالع تشتغلنا انت كمان. هو قال الكلام ده بناء على اللي بيشوفه بعينيه من لعيبه نادي الزمالك. ده الراجل قال لك مش قادرين ينزلوا التدريبات، الراجل قال لك اللعيبه بتسهر على الميديا وبتشرب شيشه، ده اللي بيؤدي ان اللعيبه مش قادره تنزل التدريبات. هو بيدرب مين؟ هو بيدرب الاهلي ولا بيدرب الزمالك؟ هو بيدرب الاهلي ولا بيدرب الزمالك؟ الكلام ده يا جماعه مش هنشوفه الا في نادي الزمالك. هل احنا عندنا اداره بقى تطلع ترد على كل اللي بيحصل ده؟ يعني هو ما شاء الله مودي نادي الزمالك في داهيه ولا عارف يدرب، وكمان تصريحاته كلها ضحك يا جماعه. الراجل ده مش هينفع في نادي الزمالك. نفسنا بقى حد يتحرك من نادي الزمالك يطلع يقول له ايه اللي انت بتقوله ده يا جماعه. الراجل ده اهان اللعيبه المصريه، الراجل ده اهان اللعيبه المصريه، دي اهانه اللعيبه المصريه. هو شاف اصلا منين ان اللعيبه المصريه بتشرب شيشه؟ شاف منين؟ انت شفت منين حضرتك؟ نتمنى بقى اي حد مسؤول داخل نادي الزمالك بجد كده بيخاف على نادي الزمالك يجيب الجدع ده، هاته كده وقعده قدامك قول له تعالى انت جبت الكلام ده منين؟ انت بتقول ان اللعيبه بتشرب عندنا شيشه وعاوز تروح الدوري السعودي، اتفضل يا بيه، عايز تمشي تروح الدوري السعودي اتفضل، بس اهو لو اي مركز شباب هناك اخدك مش هتلاقي حد تدربه. انت هناك مش هتلاقي حد تدربه، ومش هينفع تقول الكلام ده هناك. ان قلت الكلام ده هناك هيرحلوك على طول. فاتمنى يا جماعه التدخل من مسؤولين نادي الزمالك ضد المسخره والهبل والحاجات اللي بيعملها اسوريو ده والكلام اللي بيطلع يقوله ده. طبعا يا جماعه انا وصلت لنهايه حلقتي، اتمنى في النهايه
نعمل لايك وشير، واستنوا في الحلقه الجايه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.